هو امام يا كابتن اسمع كلام، اتلاعب 90 دقيقه. اسمع ماشي. اسمعني، بص اكمل كلامي وبعد كده عقب. اتفضل يا كابتن. امام عشان برضه توضيح امام لعب، ايوه بوضح لك اهو. 90 دقيقه مفيش باص صح، مفيش شوط على الجون صح، مفيش كروس صح، ما قطعش مره صح. طيب مين بقى اللي نزل وخلى امام بقى حلو؟ الراجل اللي عمل له الاسيست. هو لولا الراجل اللي عمل له الاسيست ده كان هيجيب جون؟ تمام. ما هو لولا امام كان قفشه مش هيجيب مع انه ما جاب. ما انت جبت يا حبيبي. هنا عمو جاب حبيبي لا اسمعني لا انت فتحت الجيم بالجون ده. طيب ماشي. انت في اخر دقيقتين تجيب جونين 3 تاني. طبعا الكابتن رضا عبد العالي هنا بيقول لك ان امام عاشور عال على الاهلي 83 دقيقه. طيب بص يا كابتن رضا، يعني مبدئيا النادي الاهلي مفيش حد في العالم، حتى الناس اللي هي جوه نادي الزمالك مقتنعين ان ممكن رئيس النادي الاهلي او اي حد يتدخل في تشكيله المدير الفني. مستحيل ده يحصل في النادي الاهلي وكلنا عارفين الكلام ده. طيب بص كده يا كابتن رضا، اول هدف ادي كهربا بيموت على الكوره وواقع في الارض ونايم على الكوره، اتلعبت لمين؟ لعمر كمال عبد الواحد، لعبها الناحيه الثانيه لمحمد هاني. حلو الكلام ده. يروح رايح امام عاشور بقى، الكوره تتلعب له بالعرض، يروح حاططها بوش رجله او حاططها بالسمانه، حاططها باي حاجه، حاططها بمعلمه. ده هنا امام عاشور اللي جاب الجون، امام عاشور اللي سجل هدف الاهلي التقدم، امام عاشور اللي مش عاجبك هو اللي ركب النادي الاهلي واداله اداله الاحقيه في المباراه. سيبك من الجول ده يا عم واوفسايد والدنيا كلها، وامام عاشور ما عملش فيه اي حاجه ولقاها قدامه حطها. بص بقى الكره هنا اتلعبت، الكره ملعوبه ايه والكره في الجو. ركز معايا هنا هتلاقي امام عاشور والكره في الجو هو اللي رايح على المسلوسي وغلطه وخلى المسلوسي يطلع الكره لمين بقى؟ لمروان عطيه، اللي انا الصراحه مستغرب ازاي مروان عطيه يبقى قاعد على الدكه لحد الدقيقه مثلا 70. بص الكره بقى اتلعبت لمين؟ لامام عاشور، وامام عاشور مشي بالكوره وما طمعش فيها، لعبها لمحمد مجدي قفشه. فهنا الكابتن رضا عبد العال مش عارف، مش شايف كل الكلام ده. حتى جماهير الزمالك امبارح اجمعت ان صفقه امام عاشور هي الصفقه الاغلى في تاريخ الكره المصريه كلها. يعني قال لك حتى في ناس الواحد بيتكلم معاها بتقول لك ادي اللعيبه ولا بلاش، مش رايح اجيب عبد الله السعيد. بدات جماهير نادي الزمالك تحس بقيمه امام عاشور امبارح ان هي افتقدت لعيب زي ده. ما هو الغريبه ان امام عاشور بيسجل ويصنع الهدف الثاني بطريقه يعني بنسبه 90% هو صاحب الهدف، ويطلع الكابتن رضا عبد العال في الاخر يقول لك امام عاشور لعيب فاضي وعال على النادي الاهلي.